بص يا صاحبي، اكيد مر عليك موقف كنت فيه في نقاش وطلعت منه حاسس انك معرفتش توصل اللي جواك، او انك اتسحلت في الكلام وما قدرتش ترد. المشكله انك لسه ما اتعلمتش فن الحوار القوي. انا كمان على فكره حصل معايا كده بالظبط، بس النهارده جاي اقول لك على حاجه ممكن تغير حياتك انا اتعلمتها عن فن الحوار. ازاي تتكلم بثقه وتخلي اللي قدامك يسمعك ويحترمك من غير ما تعلي صوتك ولا تتنرفز ولا حتى تمثل. بس قبل ما نبدا ما تنساش تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ويلا بينا. تعال نبدا باول واهم حاجه، الثقة مش معناه انك تبقى بتزعق او صوتك عالي. الثقة هي انك بتبقى عارف بتقول ايه وعارف امتى تسكت. ساعات السكوت في الحوار بيبقى اقوى من الكلام. تاني نقطة، اختيار الكلام الصح. في فرق كبير بين انك ترغي وخلاص وبين انك تقول جملة واحدة تفضل في دماغ اللي قدامك. خد وقتك قبل ما ترد، ما تستعجلش، فكر في الكلام اللي هيخلي الناس تحترمك قبل ما يعجبهم. النقطة الثالثة، لغة الجسد. مفيش حد هيصدقك لو انت واقف متلخبط وايدك بتتهز وعينك مش ثابتة. انت مش محتاج تبقى ممثل، بس لازم وقفتك تبقى فيها ثبات. بص في عين اللي قدامك، اقف ثابت واتكلم بصوت واثق وواضح. الهيبة بتبدأ من الجسم قبل اللسان. النقطة الرابعة وهي الهدوء. تعرف ايه اقوى حاجة تعملها وسط الخناق؟ انك تفضل هادي. لما الكل يتعصب وانت تفضل ثابت بتحس انك ماسك المكان ومسيطر. الهدوء مش ضعف، ده تحكم. الشخص اللي بيقدر يتحكم في اعصابه هو اللي بيكسب اي نقاش حتى لو ما تكلمش كتير. النقطة الخامسة والاخطر، الاسئلة الذكية. ما تخليش الحوار يبقى خناقه، خليه ملعبك. وعلى فكره مش لازم تبقى انت اللي دايما بتتكلم. احيانا سؤال واحد يدوخ اللي قدامك. اسال بذكاء، خلي السؤال يخليه يفكر، يتلخبط، يعيد حساباته. وعلى فكره انت كده بتقوده من غير ما تبين انك بتهاجمه. بص بقى، اسال الاسئله دي، انت شايف ده منطقي؟ او يعني تقصد ايه بالجمله دي؟ الاسئله الذكيه اقوى من 1000 حجه. وفي الاخر يا صاحبي، في الحوار مش بس عشان تكسب مناقشه، ده عشان تبقى شخص ليه احترامه، يعرف يتكلم ويسمع ويأثر. يلا ابدأ بالتدريب على الخطوات دي واحدة واحدة، وصدقني هتشوف الفرق مش بس في كلامك، هتشوف الفرق في نظرة الناس ليك وفي إحساسك بنفسك. وافتكر دايما، الهيبة مش بالصوت العالي، الهيبة بالكلمة الصح في الوقت الصح. ما تنساش تدعم المحتوى عشان هو ده اللي بيخلينا نكمل.